أغرب الإطلالات في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، دورته 44 أروى. الإطلالة عبارة عن لفة إسكندراني على الطريقة الحديثة كما وصفتها، لكن لا تمس للحداثة بصلة. الإطلالة هي تقليد وبعبارة أخرى نسخة مشوهة من إطلالة سناء كسوس في مهرجان قرطاج، التي عبرت فيه عن تقاليد بلادها تونس بما يعرف السفسار باللون الأبيض، وأكسسوارات فستان كسوس ترمز لحضارات بلادها. تسببت الفنانة هند عاكف في أزمة كبيرة خلال حفل افتتاح المهرجان، ودخلت في مشادة كلامية مع المنظمين بسبب منعها من الدخول، وتعالت أصواتهم حتى تدخل بعض الممثلون وقرروا دخولها. والله ابدا، هو كان في سوء تفاهم كده، انا نسيت الدعوه بتاعتي في البيت فحصل سوء تفاهم. التنظيم بره كان عايز الدعوه كده، بس الحمد لله. وجاء منعها من الدخول بسبب عدم وجود دعوة معها. حضرت بفستان ملفت عليه بعض صور نجوم الزمن الجميل. فهذه ليست المرة الأولى ظهرت فيها بإطلالات غريبة. في الدورات الماضية ظهرت بإطلالة فرعونية، لكن كفكرة جميلة جدا، أما كتطبيق رديء ومشوه. وإطلالة أخرى كأنها في حفلة تنكري. خليكم مع أغرب الإطلالات الأخرى التي لم أجد لها عبارات تصف ما أرى. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والضغط على الجرس.